السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصص الجرائم الغامضة. اليوم غادي نحكيو على واحد من أبشع الجرائم اللي وقعت، وحتى دابا مازال ما تعرفش كل اللي دارها. حكاية كلها غموض، رعب ودم. خليكم معايا وما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد كل سيمانة. القصة وقعت في واحد القرية صغيرة تابعة لإقليم المنيا في جنوب مصر، اسمها شمس الدين، وبالضبط في واحد المركز سميتو بني مزار. الناس ديال القرية ناس بسطاء، كيعيشوا بالخبز والعمل اليومي، وكالعادة كينعسوا بكلي وكيفيقوا مع أذان الفجر. في ليلة 29 دجنبر 2005 الجو كان بارد والليل ساكت، كل شي ناس في ديورهم والظلام غطى الزنقة. مع أذان الفجر خرج واحد الراجل سميتو أبو بكر عبد الحميد، عنده 34 عام وكيخدم خباز. مشى للمسجد باش يصلي، ولكن لاحظ أن أخوه طه ما جا للصلاة، وحيت داره قريبة مشى يشوف اش واقع. دق الباب مرة جوج حتى حلوا بالمفتاح اللي عنده ودخل للدار. وهنا كانت الصدمة. لقى الأم ديالو عزة في عمرها 60 عام مقتولة، ممددة في سرير والدم مغرق كل شي. جرى للغرفة ديال خوه طه، لقاه حتى هو مقتول وجثته مقطعة بطريقة ما كيتصورها عقل. والمصيبة الأكبر ولاد طه الصغار حتى هما اتقتلوا بنفس الطريقة. الناس تجمعوا، البوليس جا، كل شي ساكت مرعوب ما فاهم والو. اللي زاد غرابة في الأمر هو أن الدار ما كانتش مسلوقة، الفلوس الحوايج كل شي باقي بلا ما يتبدل. البوليس شك أن القاتل كيعرف العائلة، حيث ما دار حتى ضجيج وماشي جاي يسرق، جاي مخصوص للقتل. وبعد أيام شدوا واحد الراعي قالوا سميتو محمد واعترف، ولكن الاعتراف ديالو كان مشكوك فيه. مرة يقول أنا القاتل، مرة يقول ماشي أنا، وبانت عليه علامات التعذيب. ناس بدأت تقول الاعتراف بالقوة، وحتى المحامين قالوا ما كاين لا دليل لا بصمات لا والو. من هنا بدأت الناس تهدر. واحدين قالوا راه هذه جريمة سحر وشعوذة، اللي دارها ماشي إنسان عادي. كاين اللي قال راه طقوس سفلية، وأن القاتل كان باغي دم من نوع خاص في ليلة مظلمة. وكاين اللي قال اللي دارها راه كان كيعرفهم وانتقم منهم على شي حاجة كبيرة. لكن الحقيقة ما حد ما كاين لا دليل لا شهود، بقات الجريمة لغز، واحد من أبشع وأغرب الجرائم اللي عرفتها المنطقة. شنو رأيكم؟ واش هذه جريمة انتقام ولا فعلا فيها يد السحر والشعوذة؟ خليوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنساوش تشتركوا، حيث في الحلقة الجاية غادي نحكوا على جريمة أخرى أغرب وأخطر. إلى الحلقة الجاية، وخليوا راسكم ديما في الأمان.